عضو مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بيقول إن سبب نفاذ الباقة بسرعة مش إن الشركات نصابة ولا إن هي بتتلاعب بالرصيد علشان تروح تشحن مرة واتنين خلال الشهر. بيقول لك لا، الكلام ده سببه تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي أصبحت منتشرة على الهواتف واللي بتفضل طول الوقت متصلة بالإنترنت، فبالتالي بتضيع الباقة. طب سيادتك بتاع بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مش ناوي انت عاملونا بقى زي دول العالم ويبقى عندنا باقة إنترنت مفتوح وتزودوا سعة الباقات شوية، ولا هو كله حلب 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 حلب؟ مش ناويين تأكلوا الناس اللي بتحلبوهم مرة؟ يعني أكلوهم وفقوا لهم علشان لما تيجوا تحلبوهم تلاقوا حاجة تتحلب، لأن ما عادش حاجة خالص، احنا بقينا على العظم، عظم حرفيا. يا ريت يا ريت يعني نلاقي تفكير مرة صحيح في البلد دي. على الأقل اعملوا باقات إنترنت مفتوحة زينا زي البني آدمين اللي عايشين معانا على كوكب الأرض. ولا انتوا شعاركم في المرحلة دي بيع يا بياع واحلب يا حلاب وحاسب يا مواطن؟ لنا الله.